السلام عليكم ورحمة الله تعالى. 10 أبواب سردتها لكم في هذا الفيديو لزيادة الرزق. أول باب قراءة القرآن وحفظه، لقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثاني باب تقوى الله، فعليك بتقوى الله في السر والعلن، فإنها سبب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثالث باب الصلاة، قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، فمن أراد سعة الرزق في الدنيا فعليه بالصلاة، ومن أراد رزق الآخرة فعليه بالصلاة، ومن أرادهما جميعا فعليه بالصلاة، فإنها مفرجة الكروب طاردة الهموم جالبة الأرزاق. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رابع باب الاستغفار، وباب من أبواب زيادة الرزق الاستغفار، كما قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال الله سبحانه وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. خامس باب صلة الرحم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلة القرابة مثرة في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأجل. سادس باب الصدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة صدقة على ذي الرحم الكاشح، أي قريبه المعادي له. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم 2، صدقة وصلة. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سابع بابنا الحج والعمرة، قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ثامن باب التوكل على الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تاسع باب الشكر لله، حيث قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. 10 باب الدعاء، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقول الله سبحانه وتعالى:
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وبالجملة فالطاعات كلها التي ذكرت سبب لزيادة الأرزاق والبركة فيها، وزد عليها جبر الخواطر وحسن الخلق والأمانة والامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه وحسن الظن بالله بأنه لا محالة رازقنا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.